من أسس العمال الكردستاني باكاكا وما كان مصير مؤسسيه. عقد حزب العمال الكردستاني باكاكا مؤتمره التأسيسي الأول في 27 تشرين الثاني عام 78 في منطقة لوجي بولاية آمد. فيا ترى ما الذي حدث للشخصيات ال22 المؤسسة لباكاكا؟ فلا نرى الحزب يتحدث عن مصير هؤلاء المؤسسين إطلاقا. أورد المفكر والفيلسوف الشهير ابن خلدون مقولة غاية في الأهمية والروعة حينما قال: لا تؤمن بالروايات فيما يمكن قياسها ووزنها وحسابها، فالرياضيات تغير سلوك الناس بل وتجعلهم صادقين. نعم، إن باكاكا يسرد تاريخه كأسطورة وخرافة، لكن إذا عرف المرء مصير القادة المؤسسين ال22 لباكاكا حتى بالأرقام، لأدرك أن حقيقة باكاكا مختلفة ومغايرة تماما عما تسمع. فلنوضح هذه الحقيقة بالأرقام. 60% من مؤسسي باكاكا تم تخوينهم، أي إعلانهم كخونة من قبل باكاكا نفسه. تم تخوين 13 من مؤسسي باكاكا من بين 22 المؤسسين من قبل باكاكا نفسه، أي أن 59.9% من مؤسسي باكاكا تم اعتبارهم خونة من قبل أوجلان، فتم إعلان هؤلاء كخونة: كسير يلدرم، حسين توبقدار، محمد جاهز شنار، باقي قرار، رسول آلتونوك، علي تشاتينار، فرزندا تاغاج، صبحي قراقوش، شاهين دونماس، محمد توران، علي قندوز، فاروق وزدمير، عباس بوكتاش. قتل 36% من مؤسسي باكاكا برصاص الحزب نفسه، بينما 5% قتلوا على يد الدولة التركية. لم يقتل سوى واحد من مؤسسي باكاكا، وهو سيف الدين زوغورلو برصاص الدولة التركية، بينما استشهد خيري دورموش في صيام الموت في سجن آمد. أما مظلوم دوغان فكما يسرد باكاكا القصة أنه أنهى حياته خنقا. اغتيل 8 من مؤسسي باكاكا على يد الحزب نفسه بسبب نقدهم لأوجلان، وهم عبد الله كومرال، محمد جاهد شانار، رسول آلتونوك، صبحي قراقوش، شاهين دونماس، محمد توران، عباس جوكتاش، وعلي حيدر قيثان. بقي شخصان فقط على قيد الحياة في باكاكا وسيبقون، هما دوران كالكان وجميل بايك. عديم الضمير والوفاء لا يمكنهم تقديم وعود الحرية للكرد. وكما اتضح كان أوجلان في غاية انعدام الوفاء والإخلاص لرفاقه المؤسسين من أجل تأسيسه لحزب باكاكا، فقتلهم ببرودة أعصاب بل تمتع بقتلهم. لكن عبد الله أوجلان الذي اتهم كل المحيطين به بالخيانة عندما عاد إلى حضن تركيا في 15 شباط عام 99 قال: أمي تركيا وأنا مستعد لخدمة دولة تركيا. قدم أوجلان عموم رفاقه ومقاتليه قرابين من أجل رئاسته، وصنع زعامته الوهمية من خلال سرقة حياة الأشخاص من حوله بوحشية لا نظير لها ودون إظهار أي ولاء أو وفاء. من شب على شيء شاب عليه، والخطيئة لا يتمخض عنها الصواب الصحيح. فباكاكا الوحشي إلى هذه الدرجة تجاه مؤسسيه من عدم الوفاء والاستغلال، بل إلى درجة عدم التردد في قتلهم من أجل مصالحه الخاصة. نراه اليوم يتحدث عن الديمقراطية والمساواة والحرية، وهذا على غرار قوانين العلوم الطبيعية. كل شيء ينبت على ما جبل عليه. فباكاكا الذي قام بتصفية مؤسسيه واحدا تلو الآخر من أجل مصالحه الخاصة، قتل ثوارا أمثال محمد شنر أعظم وأشهر مقاومي سجن آمد، وقام بتعذيب رسول آلتونوك وأذاب البلاستيك على جسده وقتله بطريقة غاية في الوحشية. فكيف يمكن لحزب فعل هذا بمؤسسيه أن يكون صاحب موقف وقول صادق تجاه مستقبل الكرد ومصيرهم؟ بل إن معرفة حقيقة باكاكا هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الكرد من مصيدة باكاكا وفقه. مصير مؤسسي باكاكا واحدا. أولا، عبد الله أوجلان استسلم لدولة تركيا. ثانيا، عبد الله كومرال اغتيل على يد باكاكا وأخبروا عائلته: إسرائيل قتلت ابنكم. ثالثا، رسول آلتونوك داوود تعرض للتعذيب الوحشي والقتل على يد باكاكا. رابعا، صبحي قراقوش أعدم في لولان. خامسا، محمد جاهد شنار اغتيل على يد باكاكا عام 91 في قامشلو. سادسا، محمد توران تانش اغتيل على يد باكاكا عام 80. سابعا، عباس جوكتاش اغتيل على يد باكاكا عام 83. ثامنا، شاهين دونماس قتل على يد باكاكا. تاسعا، علي حيدر قيثان أعدم على يد باكاكا.
عاشرا كسيرا يلدرم زوجة أبو أعلنها باكيكا كخائنة. 11 حسين طوبقذر أعلنه باكيكا خائنا. 12 علي قندوس أعلنه باكيكا خائنا. 13 فرزند تاغوت انشق عن باكيكا واعتبر خائنا. 14 فاروق الزمير انشق عن باكيكا وأعلن خائنا من قبل الحزب. 15 سيف الدين زغورلو فقد حياته خلال اشتباك. 16 مظلوم دوغان أنهى حياته خانقا في سجن آمد. 17 محمد خيري دورموش توفي خلال الإضراب عن الطعام صيام الموت في سجن آمد. 18 جميل بايك ما زال قياديا لباكيكا. 19 دوران كالكان وهو أيضا ما زال قياديا لباكيكا. باقي قرار أعلنه باكيكا خائنا. 21 علي تشاتينار انشق عن باكيكا فأعلنه خائنا. 22 ساكنة جانسز اغتيلت في جريمة مشبوهة في باريس.